سلام، انا جايه النهارده اغير مفهومكم عن كفته الفراخ. بجد حلوه جدا واحلى واطعم من كفته اللحمه ومن صدرين فراخ. بس هنعمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي على الفود بروسيسور. هنغسل الخضار بتاعنا، فلفل حلو وفلفل حامي وبصل وبقدونس، وهنفرمهم بس على الخشن لغايه ما يبقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ومش هنصفيه من الميه ولا اي حاجه. ومن صدرين الفراخ هنعمل كميه كبيره جدا، ونضيف برضو الفراخ مكان الخضار وكل التوابل اللي هكتبها لكم تحت، ومعلقه بيكنج باودر كبيره ومعلقه نشا كبيره، ونضربها في الفود بروسيسور لغايه ما نوصل للقوام ده. وهنا انا كنت نسيت احط البقسماط، هتحطي معلقتين بقسماط كبار لغايه ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ونغطيها وندخلها على التلاجة يوم كامل. تمام. وهنا هنبتدي نشكلها ونعملها بالشكل ده، ونعمل فيها الشكل ده بالسكينة، ونكون مجهزين طاسة على النار فيها شوية زيت صغيرين جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا نحمر الكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. اقلبوها يا جماعة بالشوكة والمعلقة. وهنا عملت جنبها شوية بطاطس محمرين وعيش بالصلصة. بنحط معلقتين صلصة وشوية زيت زيتون كده، ونقلب كله مع بعضه، ونفرد الصلصة على العيش. ومكان الطاسة اللي انا حمرت فيها الفراخ بس بشيل الزيت خالص، وبستنى على العيش لغاية ما بيتحمر معايا وبياخد الكراست ده زي ما انتوا شايفين. وهنا بنرص الكفتة بتاعتنا القمر دي، وبنزين الوش بشوية بقدونس. وكمان بجهز العصير بتاعي. بجد الريحة يا جماعة قلب الدنيا، بجد طعمها حلو قوي. ويلا بينا على الفقرة المنتظرة. من بره مقرمشة كده شوية، ومن جوه جوسي جدا جدا جدا. اعملوها على طريقتي مش هتندموا. ما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.